اكتر دولة عايزك تزورها ولو مرة في حياتك تقدر تدخلها بفيزا شنجن متعددة او بدون فيزا لدول كتير من الخليج، او تقدم على فيزا ليها وبقوا بيدوها اسهل بكتير من زمان. الدولة اللي ما شفتش فيها عنصرية وكل مرة بروحها بشوف طيبة وجمال شعبها وتعاملهم الحلو مع السياح. تخيل بس انك في قلب اوروبا وتسمع الاذان في كل مكان وفيها اكتر من 1500 مسجد. الاكل هنا في اغلب المدن حلال وتقدر تاكل فيها من اول 5 يورو، ولو رحتها فانت لازم تجرب المشاوي عندهم. فخلوني اعرفكم على واحدة من اقرب الدول لقلبي، دولة من دول البلقان وهي البوسنة والهرسك. تقدر تزور اماكن اثرية في سراييفو وتسمع حكاوي شعبها وانت بتتمشى في الاسواق القديمة، او تعيش وسط طبيعة خيالية مش هتشوف زيها في مدينة زي مستار. هتلاقي هنا بحيرات وانهار وشلالات في كذا مدينة، يكفي بس الطبيعة اللي هتشوفها وانت بتتحرك في الطريق ما بين المدن. والاهم من ده كله انك مش محتاج ميزانية ليها كبيرة عشان تفكر تزورها. تقدر تسكن في هوستلز او فنادق باسعار رخيصة، زي شقة شبه دي لفردين بمنظر خيالي كلفني 25 يورو. انا عن نفسي زرتها في كذا وقت من السنة، بس انصحك تخلي زيارتك ليها في الصيف او الربيع، هتنبسط وتلاقي انشطة اكتر تعملها. فلو فكرت تسافرها في 2026 اعمل سيف للفيديو ده، ولو عندك سؤال عنها او عايز خطة سفر ليها قولي وانا هساعدك.